السلام عليكم يا جدعان. انا طالع يعني اوصل كلمتين، انا ولا طالع اخد ترند ولا الشغل ده. انا الحمد لله مش محتاج حاجه زي كده، وهو الموضوع اصلا يعني الموضوع لوحده من غير حاجه. انا ولا طالع اخد ترند ولا الشغل ده، ومش عايز برضه حد يقول لي انت مكبر الموضوع، لان الموضوع كبير. الموضوع كبير. فانا لسه جاي النهارده اهو اجازه، سمعت موضوع ال 18 بنت اللي توفوا. يعني انت دلوقتي راجل ماشي على طريق، هو عمره كل حاجة وقدر. بس يعني انت راجل ماشي على طريق، ماشي بسرعة غير عادية، وماشي كمان مخالف. دخلت في الميكروباص، رحت جاي عامل حادثة، رحت جاي موت 18 بنت، وموت السواق معاهم. طب يعني معلش، يعني عليهم دول ذنبهم ايه ان هم يحزنوا عليهم بالشكل ده؟ والله يعني انا من وجهة نظري الشخص اللي عمل كده ده الاعدام شوية عليه. يعني ده لو هينفع يتعدم اكتر من مرة، والله يبقى حلال فيه. يبقى حلال فيه الاعدام اكتر من مرة. بس للاسف البني ادم بيتعدم مرة واحدة دلوقتي. طيب يا ابني، يعني والله مش عارف اقول ايه، بس كل اللي اقدر اقوله يعني ربنا يصبر اهلهم، وكل ام وكل اب طبعا يعني حاسين بيهم. بس يعني هما كانوا خارجين من بيتهم يجيبوا القرش وخلاص، كانوا خارجين بيجروا على لقمة عيشهم. انت بقى دلوقتي ايه؟ هما بنات ولسه في عز صباهم، بيخرجوا بيجيبوا اللقمة بالحلال. يعني بقى ولا بقى اللي هما بيجيبوا التليفون ويطلعوا لايف ويكبسوا ويعملوا ويرموا اسد ويرموا فهد ويرموا بطل. الشغل ده انتوا بتحبوا الشغل ده، بتخشوا تعملوا. طب يا عم، طب ما هما شغالين كويس، شغالين بعرقهم. بس للأسف واحد، يعني والله أنا مش عايز أقول لفظ اللي هو غلط أو أهين في حد أصلا، لأن أنا تربيتي مش كده. أنا مش عايز أهين في حد أو أقول لفظ أنا حاجة أنا متربيتش عليها، فمش عايز إن أنا أعملها عشان ولا عشان سمعتي أنا ما تسقش في نظر الناس اللي بتشوفني. وفي نفس الوقت أنا ما بعرفش أعيب في حد ولا غلط في حد. بس يعني ربنا يصبر كل أم وكل أب، وربنا يا رب. طبعا بقدم خالص التعازي لكل أهلنا في المنوفية وأهلهم، وربنا يصبركم يا رب على فراقهم. هما والله بجد يعني مش كلام، هما والله عرايس في الجنة كلهم. يعني الموتة دي اللي بيبقى خارج على أكل عيش أو بيبقى على الطريق ده بتبقى موته يعني شهيد، يعني مختوم عند ربنا والله. إن شاء الله في أعلى الجنات، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها بإذن الله. والله هم عرايس في الجنة، وربنا يا رب يتوفاهم برحمته ويغفر لهم، يسكنهم يا رب في فسيح جناته كده، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. وخالص الدعاء كلها علينا في المنفعة.